الميقات. أخي الحاج، إذا وصلت إلى الميقات أو كنت بمحاذاته فاغتسل وتنظف وطيب بدنك، ثم البس ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء. وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة من غير زينة أو تبرج. ويستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة إن كان الوقت وقت فريضة، وإن لم يكن وقت فريضة فلك أن تصلي ركعتين ناويا بهما سنة الوضوء. ثم انوي الدخول في النسك الذي تريد، فإن أردت الإفراد فقل لبيك حجا، وإن أردت القران فقل لبيك عمرة وحجا، وإن أردت التمتع فقل لبيك عمرة، ثم اشرع في التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأكثر منها حتى تصل إلى مكة وتشرع في الطواف. وتذكر أنه بدخولك في النسك يحرم عليك فعل أشياء حتى تتحلل من إحرامك، وهذه الأشياء هي محظورات الإحرام. فلا تلبس المخيط، وهو ما كان مفصلا على الجسم أو بعضه، ولا تغطي رأسك بملاصق، ولا تأخذ شيئا من شعر الرأس أو البدن، ولا تتطيب، ولا تقلم أظافرك، ولا تقتل الصيد البري، ولا تعاون على قتله. كما يحرم على المحرم عقد النكاح وجماع أهله أو مباشرتهم بشهوة. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. وصول مكة. فإذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى عند دخولك قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وادخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا بذلك نعمة الله عليك بتيسير الوصول إلى بيته. الطواف. ثم تقدم نحو الكعبة، وقبل شروعك في الطواف اقطع التلبية، ثم اجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على كتفك الأيسر، وهذا هو الاضطباع، وهو خاص بهذا الطواف. واتجه إلى الحجر الأسود لتبدأ طوافك منه، فإن تيسر لك تقبيله بدون إيذاء أو مزاحمة فافعل، وإلا فاستلمه بيدك. فإن لم يتيسر استلامه فأشر إليه من بعيد باليد اليمنى قائلا الله أكبر، واجعل البيت عن يسارك، واشتغل بذكر الله والدعاء والاستغفار. وأسرع المشي مع مقاربة الخطى في الثلاثة الأشواط الأولى، وهو ما يسمى بالرمل، وامشي في البقية مشيا عاديا. فإذا وصلت إلى الركن اليماني، وهو الركن الذي يسبق الحجر الأسود، فاستلمه بدون تقبيل إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فلا تشر إليه من بعيد. ويستحب أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وطف بالبيت 7 أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به، مكبرا كلما حاذيته، فاعلا في كل شوط ما تقدم.
وبعد فراغك من الطواف أعد رداءك على كتفيك، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصل ركعتين خفيفتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ولا تزاحم الطائفين. ويستحب أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. السعي. توجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقل: أبدأ بما بدأ الله به، ثم اصعد على الصفا واستقبل الكعبة، واحمد الله وكبره 3 رافعا يديك على هيئة الداعي، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كرر ذلك 3 مرات، وادع فيما بينها بما يتيسر لك.